فبتبتدي حبكة الرواية، وهو ازاي ان مشروع ذا فينيكس بروجكت العقيم ده، واللي كان مقدر له يكون هو رهان الشركة والنسخة الجديدة الرقمية من مبيعاتها، انه يطلع برودكشن بشكله الحالي. بيكون في محاولات للمقاومه وتاخير الديبلويمنت، لكن سبق السيف العزل. الديبلويمنت بيتم في ميعاده باصعب شكل ممكن من الانتجريشنز ومجموعه من الديبلويمنتس المتتابعه، لان الحاجات كلها كابلد مع بعض في الكود بشكل جحيمي. الحاجه اللي بتقود لمقاسي على البرودكشن متبوعه بسلسله جديده من الرفض، سواء للمبرمجين او المديرين اللي ابتدوا يعبروا عن ان دي ما كانتش افضل خطوه، وان المشكله الحقيقيه مش في الكود انما في التوقيت الغير محسوب. الحاجه اللي بتبين قيمه بدون تسليط الضوء عليها ان في معظم الاوقات الاخطاء اللي زي دي بتبقى اخطاء اداره وبيع والتزام غير مسؤول، مش شايف اللاير اللي حقيقه مسؤوله عن الشغل، واللي الاستيميشنز بتاعتها حقيقه هي اللي المفروض تتاخد في الحسبان. ولما بتحصل مشاكل اللي بيدفع ثمنها مش اللي قرروا القرارات الخاطئه من البدايه، انما كبش فدا، ودي علامه خطر في كلتشر بعض الشركات. المهم، بقدر ما بتبقى دي حاجه سيئه ان واحد من مديرين الديفلوبمنت بيترفدوا، فبيقرر كيرت وماكسين والريبيليون ان دي افضل فرصه ان واحد منهم يتقلد منصب في الاداره، وبتوصيه من البروجكت مانجر واللي هي واحده كانت منهم، بيقدر كيرت انه يبقى هو ديفلوبمنت مانجر عشان يجربوا فكره ان الاداره تكون بفكرهم اللي عارف مدى عقم اللي بيتم. بيجي ده متزامن مع ظهور شخصيه ايرك الفازر فيجر، وهو واحد من البورد دايركتورز، وبيديهم فيجنز للخمس مثل اللي بيعرفوا الشركه الناجحه. واحد، البساطه، وده كان تعليق على كود ماكسين الموجود على الجيت، انها كاتبه كود بشكل بسيط يسمح بتغييره بسهوله، حاجه تمشي ببساطه على قواعد السوليد برنسبلز اللي ممكن نبقى نشرحها في واحد من الفيديوهات بعدين. اتنين، القدرة على التركيز، الاستمرارية فيه لدرجة الاستمتاع. 3، التحسن في العمل اليومي، ودي شبه شوية في الاجايل مايند سيت فكرة الانديفيديوال اوفر بروسيس، ان القواعد معمولة عشان البني ادمين مش العكس، وان الهدف في النهاية ان الناس تبقى مرتاحة وامباورد في شغلها اليوم. 4، الاحساس بالامان، ان كل حد يبقى عنده الشجاعة يقول لما يبقى فيه مشكلة. وحاجات من انواع الرفض اللي تمت من شوية بتقلل التشجيع على الفكرة دي، وبالتبعية بتقلل تجنب الأخطاء اللي ممكن الناس تشوفها وتدفنها، أو بتقلل إبداع لو كانت فكرة صايعة على الأفق محتاجة تجربة لكن الناس خايفة تجرب فتقع. 5، راحة العميل والتعاطف معاه وفهمه عامة لتقديم له خدمة اللي مستنيها، فيبقى في متعة الأثر الحقيقي. بسبب الأخطاء اللي حصلت على البرودكشن بيكون في قرار بالفريز والانفرجن اللي هيكون مركز تماما على فكره فيكسنج الباجز ودفع ثمن اي تكنيكال ديت كان مفتوح، واللي ماكسين بتقرر انها تدخل فيه بدماغها عشان تكتب كود وتساعد. بعد ما بيخلصوا بسلامة نية بتاخد ماكسين هدية دونت وبتروح لمبنى الكيو اي، وبيحصل مشاكل زي ان كروت السوفت وير انجينيرز مش بتفتح مبنى الكيو اي عشان يرسم مشهد عقم عدم وجود طبيعة الكروس فانكشنال تيمز بسبب الفاصلة دي اللي بتمنع التواصل. زي مثلا التويست اللي بتكتشفه ماكسين انهم لسه اصلا ما استلموش كودها، وان دي حاجه بتقعد على الاقل اسبوع بعد ما هم خلصوا كودنج. المعلومه اللي لما بتعرفها ماكسين بترجع عشان تحاول تساعد الفريق المسؤول عن الميرجنج، وتكتشف قد ايه اللي بيعملوه جحيمي ومش منطقي لهذا السبب البارادوكسيكال الاتي، ان الكود دلوقتي جحيمي في الميرجنج لان السوفت وير انجينيرز بطلوا يعملوا ميرج عشان بيلاقوا الكونفليكتس، فافتكروا ان الحل انهم يعملوها كل فترة احسن طالما الموضوع جحيمي، بينما الافضل في الحقيقة والحل انهم يعملوها بفريكوينسي اعلى مش اقل. واثناء ما ماكسين محبطة في الريزولفينج كونفليكتس المستحيل، بتحصل مشكله على البرودكشن، ولما بتشد شعرها ليه السوفت وير انجينيرز مش بيلحقوها، بيقولوا لها ممنوع على السوفت وير انجينيرز انهم يبقى ليهم اكسس على البرودكشن عشان اسباب متعلقه بالكومبلاينس والاوديت. فبتقول لهم الحاجه البديهيه العفويه انها مشكله ثقه، وان المشكله الحقيقيه انهم مش قادرين يثقوا في السوفت وير انجينيرز ان السيستم منع الدكاتره التدخل في حاله الطوارئ، مع انهم اكتر ناس هتقدر تلحق المشكله. الخبطتين دول بيجيبوا لها اكتئاب اللي بيقعدوها في البيت حبه من التعب. بس بتكتشف في اجازتها المرضيه ان التيم بتاعها قدر يعمل حاجه صايعه لتجنب جزء الميرجنج المستحيل، قدر يديكابل الجزء بتاعه خالص ويفصله، وابتدوا يمشوا في سكه ان يبقى له انفايرمنت لوحده وكونتينيوس انتجريشن لوحده. الحاجه اللي بتخلي مرحله التستنج
والكيو اي تيم يقعد معاهم ويديهم الباجز اول باول ويحلوها، بدل ما يدولهم ريبورت في الاخر. فيكونوا وفروا وقت محترم قوي في الفيكسنج، لان الفيكسنج هيبقى ماشي بالتوازي مع التستنج. من الحاجات الملحوظه ان بعد الديكابلينج كان لازم يعرضوا على اركتكتشر كوميتي انهم عملوا كده وياخدوا التصديق بتاعهم، مع ان فكرتهم تكنيكلي مظبوطه، بل وهي الاصح. ما خدوش التصديق لان الامن ان الحركه دي ما تتمش، ودايما هيبقى الامن ان اي تصليح من اي نوع ما يتمش. لدرجه ان كان في حد صاحبهم من ريبيليون جزء من الكوميتي، ولما فشل انه يقنعهم شاف نفسه انه زي لورد اوف ذا رينجز كده، زي جاندولف لما كان في وسط مجمع الصحراء اللي اكتشف بعد كده انهم بيتبعوا ثورون الطاغيه الشرير. ودي الحاجه اللي خلت جاندولف يثور عليهم، فقرر هو بالتبعيه ينحاز لهم ويتمرد على الكوميتي، وقدروا ياخدوا تصديق مباشر من مدير ويتجاوزوا كل ده عشان يقدروا يكملوا. لما نجحوا في ده ابتدت تظهر المشكله اللي بعدها، البرودكت، الريكوايرمنتس اللي مش واضحه، وفي بعض الاوقات كمان مش مكتوبه. ودي الحاجه اللي خلتهم يقعدوا مع واحده من الستيك هولدرز المسؤوله عن الماركتنج، ماجي، وابتدى يبقى في تعاون مقرب منهم عشان يبتدوا تدريجيا من غير ما تحس وانت بتقرا كده تشوف السكرام تيم وهو بيتبني وبيقرب من بعضه، مش بس تكنيكال انما برودكت كمان. الحماس للجزء اللي اتعمل له ديكابلينج خلى ماجي وتتحمس وتقول لهم ان اصلا ممكن يستخدموا الجزء ده لوحده، انهم يعملوا فيتشر انهم يستخدموا الداتا بتاعت الناس اللي بتشتري عشان يبعتوا لهم بروموشنز في حاجه معينه بناء على حاجات ليها علاقه باللي طلبوه من سنه او اكتر مثلا، فيبعتوا له بروموشن على الجديد ويشجعوه يشتري تاني. وتحمسوا كلهم يشتغلوا على الفيتشر دي كده لوحدها على جنب ويشوفوا اثرها. ومن النجاحات اللي بتحسها ماكسين هي لما ماجي بتدي لها برنامج ان هي شخصيا تعمل لها الاونبوردنج اللي بيتعمل للناس الكبيره في الشركه، واللي كان نفسها طول عمرها يتعمل لها، عن طريق انها تروح محلاتهم وتشوف الناس بتوعهم هناك ازاي بيبيعوا، وازاي انها لما بتنزل لدرجه الامبلوي او السبلاي اللي يعتبر بدرجه كاستمر ليهم برضه تكتشف الصدمه، ازاي ان على الارض السيستم بتاعهم من كتر ما هو معقد في الاكسبيرينس فالموظفين بيفضلوا يستخدموا الكتب عن الكمبيوتر، فبتاخد ملحوظات وبتحس في اللحظه دي انها وصلت للقيمه الخامسه من الاهتمام المباشر للعميل. ووقتها بيقرر التيم يسمي نفسه ذا يونيكورن بروجكت عشان ابتدى يتبنى فعلا الاخلاقيات والسلوكيات اللي بتتبعها الشركات اليونيكورنز من اخضاع اي مشاكل وتحديات بيعدوا بيها. وبتطلع ماجي في اجتماع بعد ما بيقدمها ستيف وبتعلن انهم هينزلوا ببروموشنز فيتشر في جمعه التخفيضات او الجمعه السوداء زي ما بيتقال عليها، وان في توقع ان ده هيجيب مكاسب كتير، وان الشكر لده يرجع لفريق اليونيكورن بروجكت. بس حتى قبل الديبلويمنت المتفائل ده بتظهر تحديات، منها التكنيكال، زي مثلا ان الكويريز اللي بتجيب من الداتابيز بطيئه جدا، والاقتراح الاول لده انهم يعملوا مايجريشن انهم يروحوا لنو سيكوال، الحاجه اللي ثبت استحالتها على النظام بالقدم ده. والحل التاني اللي اطلقوا عليه مشروع بانثر او فهد، انهم يعملوا مشروع يظبطوا فيه الداتابيز بحيث ان الاعتماد ما يبقاش على الداتابيز والكويريز بقدر ما يبقى على اللوجيك في الاي بي ايز نفسه حسب الدومين المطلوب، فده يسرع شويه، شبه شويه كده في كلين اركتكتشر فكره ديكابلينج الموديل عن الداتا. بعد ما حلوا المشكله دي قرروا يعملوا بيتا تيست، كلهم متجمعين في اشبه بور روم بيبعتوا ايميلز نوتيفيكيشنز بموضوع البروموشنز بعد ما عملوا البيتا ديبلويمنت، وعليهم مركزه على نوعين من الرسوم البيانيه، واحد بيستعرض اليوزر اكسبيرينس فانل عن فتح ايه وايه الكاستمر شاف ايه ووقف فين، والتاني بيستعرض بيانات السيرفر، وكان جايب فن التعامل مع اي اوتج لما بيحصل في نوع من عدم التوتر واللوم بهدف حل المشكله ليس الا. الحقيقه ان الجزء ده من الروايه بيعرض حاجتين جامدين. اول حاجه اهميه البيتا، انك لما تطلع مش لازم تطلع على طول، تجرب الاول وتشوف المشاكل ايه قبل ما تطلع. وتاني حاجه فن المراقبه، وازاي ان الكل هناك كان عينه على اللي بيحصل وبيقدروا في ساعتها يعرفوا ان في حاجه غلط حصلت. نجاح التجربه دي بالناس اللي اشترت بيقود للخطوه اللي بعدها، ان ديبلويمنت كامل بيتم، الحاجه اللي ما بترسمش مشهد جديد لانه نفس السيتنج بالظبط مع بعض الفروق البسيطه والدروس الجديده، زي مثلا ان ساره مسؤوله الريتيل كانت موجوده هناك قبلها بيوم، نقدها الساذج لكيرت مدير المبرمجين انها ملاحظه على ان التيم بتاعه روح بدري، وانها لاحظت ان في 2 كانوا بيقروا كتب، الحاجه اللي بترسم تدريجيا فيلن الروايه الحقيقي ساره. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم النوتيفيكيشن.